لهوي يا مستهوش، يا لهوي احنا هنفطر هنا، احنا هنفطر هنا يا ولاد بالصلاه على النبي. بصوا بقى المكرونه اهي بالصلاه على النبي. بقيه المكرونه انا هاخدها عشان انا عارفه ان احنا بنحبها. طرطشت. استني يا يلا بالصلاه على النبي. ايه يا ماز؟ لقيته؟ كان فين؟ مش انا قلت لك؟ طب ريان هيسيب الفراوله بتاعتي. ايش يا ابني؟ ادخل بقى جيبه. اهو بصوا الكفته المفروض السيخ كان يبقى سخن. انا حطيت الكفته بارده على السيخ فعشان كده ايه لزق، بس مش مشكله. بصوا منظر الكفته عامله ازاي، ما هو احسن حاجه مش شم ريحه الكفته. بتاع الشباك الورق ده ولا يلا ايه انا بطني وجعاني وعشان ما سحرناش امبارح يا اخي. قلت لاحمد هات لي شويه ميه. جايبه الفراوله دي الكيلو ب 15 جنيه. ما هو ده بقى احنا في ايدينا، العيش ده عشان الكيس كبير فهم قطعوه. فاحنا بقى نعمل ايه؟ فانا عايزه اقول لكم ان العيش ده طري، ده طري. ده كيلو ايه؟ طب جيبي كمان رغيفين عشان يبقوا كتير. ما هو ده هيبقى كتير، هيبقى كتير خالص. لا مش هيبقى كتير ولا يا حاجه. اخويا تنادي. تعالى خش. وعليكم السلام. احنا مش رايحين يا جنى. والله يا بنت رايحين. وعايزه اقول لكم ان انا جبت الورق العنب ده، قلت للشوق بقى وجنى هي اللي رصت الحبه دول بصراحه. ايه؟ عايزه اقول لكم ان انا جبت كمان. السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي عاملين ايه؟ صلوا على النبي يا جماعه. صلوا على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. عايزه اقول لكم ما تنسوش تحطوا لايك للفيديو. بصوا الفيديو ده انا بصوره لكم بعد اذان الفجر اللي هو الساعه داخله على 5 صباحا. إيه سيبيه يا جنى. عايزه اقول لكم ان احنا كنا بره، واقول لكم ايه اللي حصل. على فكره احنا ما اتسحرناش، والله العظيم ما اتسحرنا، رغم ان احنا بصي هتاكل هاتي يا جنى الكركه اللي فوق دي كده يا جنى. بصوا هقول لكم اللي حصل. رغم ان احنا جيت من بره قلت لجنى اول حاجه تطلعي يا جنى علق لنا على بيض. جنى علقت لنا على البيض اهو، البيض مسلوق اهو. ما لحقناش نصحى. خدي يا جنى حط البيض ده فوق. المهم بقى في بيني وبينكم هتقولي لي كنت فين يا جنى، اقول لكم كنت بجيب هدوم العيد اهي. هدوم العيد في الاكياس اهي يا ريان، هبقى اوريها لكم ان شاء الله. وقلت لمازن كان مازن عايز اكل بطيخ. المهم خدت مازن ورحنا جبنا بطيخ. وعلى بال ما جبنا العيش وجبت هاتي العيش اللي انا عملته قطعته كده. عايزه اوريكم العيش اللي انا جايباه لجنى وريان. اوريك كده يا جنى العيش. اقول لكم جبت ايه كمان. بصوا العيش ده اختي. بصوا العيش ده بقى يا جماعه. العيش ده انا جايباه لجنى وريان. عيش ريان مش تبع فرجيني. ايوه ريان. بصوا جبت العيش ده لجنى. العيش ده معمول لها مخصوص. بصوا عامل ازاي. العيش ده معمول مخصوص اللي هو ايه، الرغيف كان كبير كده. بس ده شكله حلو زي بتاع الافلام. الرغيف ده كان كده. الله. فالرغيف ده معمول جاهز. المفروض يبقى معمول فيها كده عشان يتقطع زي ما هو ده بقى احنا في ايدينا، العيش ده عشان الكيس كبير فهم قطعوه. فاحنا بقى نعمل ايه؟ فانا عايزه اقول لكم ان العيش ده طري، ده طري. سلمي عليهم يا شروق. سلمي عليهم يا شوشو. عايزه اقول لكم ان العيش ده مثلا هاتي الكيس اللي فوق ده يا جنى. كنت جايبه الكيس ده زيه يعني، بس انا جايبه الكيس ده ب 33 جنيه. هاتي بسرعه افتح. بصوا الكيس ده ب 33 جنيه جاهز كده، فهم بياكلوه. لا بس اللي معاكي ده اللي شايف ايدك ده طعمه وحش. ده مش حلو. ده مش حلو. مش حلو. خلاص ريم ما بيحبش ده كده انتوا كلتوه يعني خليته. والله لازم ما بحبه. المهم ده احنا شاريينه جاهز. ده بقى مازن عامله في فرنه كده مخصوص علشان ايه. مش بحبه غير ما باكله بالبيض. المهم هبقى احط لهم على الجريل واحط لهم يعني بقى. المهم ده بقى اما نحب يقطعوا منه كده طرنشات. كل حاجه. وجبنا برضو فواكه. هاتي جنى بتصلي الفجر. مين اللي هيجيب لي الحاجه اللي جبتها لكم؟ عايزه اوريكم جبنا تفاح يا جوري تفاح كده والموز والحاجات اللي احنا جبناها. ده كده جبنا العيش ده. وعايزه اقول لكم ان انا جبت الورق العنب ده، قلت للشوق بقى وجنى هي اللي رصت الحبه دول بصراحه. ايه عايزه اقول لكم ان انا جبت كمان دول معمولين يا شروق. بصوا احنا جايبين هنا ايه كمان. جبت للشروق عشان شروق بتحب تصحى من النوم تفطر ايه مثلا فاكهه. جبنا تفاح. شوف الفاكهه عامله ازاي. التفاح ده كيلو ب 35 جنيه. جبت 2 كيلو.
وجبت هنا اللهم صل على النبي، جبت الاناناس ده ب 15 جنيه. جبت 3 كيلو اناناس، جبت 3 كيلو اناناس ب 45 جنيه. تمام. عايزه اوريكم كمان جبنا ايه. هوريكم. جبت كمان اللي بتاع ده اهو. تعالي بقى يا جنى يلا اعملي ان هو بقى انت قصي انت وشوفي. بص انا خليت احمد قبل ما ينام، احمد صلى الفجر ودخل ينام. قلت لاحمد هات لي سلم عليهم يا جنى. قلت لاحمد هات لي شويه ميه. جايبه الفراوله دي الكيلو ب 15 جنيه. جايبه الفراوله دي بكام؟ الكيلو ب 15 جنيه. 15 جنيه. قلت لان بسأل بتاعت الفراوله بقول لها هي الفراوله مش كتير ليه كده؟ قالت لي مين قال لك ان الفراوله كتير؟ الفراوله خلاص مروحه اخرها على العيد. والله العظيم النهار بدأ يطلع اهو. الفراوله دي اخرها على العيد وخلاص. شفت؟ انا قلت بقى جبت ايه؟ جبت 4 كيلو. جبت 4 كيلو، جبت 2 كيلو اهو. وكمان كيس كمان اهو 2 كيلو اهو. ده ايه؟ سلم عليهم ما لا ده تدخلي الموز. ده تسلمي. انا جايبه موز. في كمان كيس فراوله. في كمان كيس فراوله. ده الموز ده. اقسم بالله جايبه كيسين. يا مازن والله جايبه كيسين. جايبه كيسين فراوله. ها؟ جنى بتقول لي كيس واحد. قولي يا جنى شوفي كيس تاني فين يا جنى. جايبه الموز ده. الموز ده اسود اهو اسود. والله لا جايبه كيسين. يبقى الكيس اللي هو في العربية بقى. في كيس في العربية بقى. اه والله في كيس. لا يبقى في كيس في عايزه العربية. اقول لكم ان الموز ده جايباه ب 2 كيلو 25 جنيه بس. اسمر كان صابح. انا الفراوله لو في العربيه اقسم بالله على الصبح ماما. الفراوله ديت لو سبناها في العربيه على الصبح هنلاقيها. ما تسلم عليهم يا جنى. تعمل ناحيه كده اهو ولا خلاص زي ما انت. جنى شكلها موز. جنى شكلها موز. كلموا ريم بيعاكس جنى. جنى عايزه اقول لكم ان الفراوله يا مازن قوم بص على كيس الفراوله لان لو في العربية. في العربية. هتبوظ هتحمر. في العربية والله. كانت محطوطه فين؟ عارفة في البتاع اللي انا فعصته اللي وقع يا مازن هو ده. المهم عايزه اقول لكم على حاجه بقى عشان ايه الفيديو. عايزه اقول لكم ان احنا هنقصقص الورق العنب ده كله ونحضره. والصبح احنا ايه ان شاء الله مسافرين القاهره. فانا هعمل ايه قبل ما اسافر؟ اول ما اصحى من النوم على طول هسلق الورق العنب معاكم. هتعمل لنا محشي واحنا رايحين مصر؟ لا في طبق محشي هنا هناخده معانا عشان ايه يمكن هنروح هنفطر هناك. مش عارفه لسه الدنيا فيها ايه. فانا عايزه اقول لكم ان انا عندي طبق محشي واعمل لهم شويه مكرونه عشان مش هنجيب اكل من بره بصراحه. ناكل من الاكل اللي ايه هعمل لهم اكل من هنا يعني واخده معانا ونفطر في القاهره بكره. تمام. فانا ان شاء الله الصبح هصحى بقى من النوم. اصحى انا شويه المفروض اطلع اصغط البطن. اه خليكم معانا بقى كملوا الفيديو. كملوا معانا الفيديو وشوفوا احنا هنروح فين وهنيجي منين. بس اهم حاجه ما تنسوش اللايك. يا ماس لقيته كان فين؟ مش انا قلت لك. كان ريان هيسيب الفراوله تحمر. لا والله ده كان بيقول لي انا متاكده ان هو مش كان عينها فين؟ كان دافسها فين؟ ورق العنب كان واقع تحت كمان في العربيه. عايزه اقول لكم بصوا تعالوا بصوا هوريكم حاجه. انا دلوقتي يا مازن قبل ما انام اطلع اظبط الباقه. وانا بس عايزه اوريكم حاجه. تعالوا كده يا ورايا اوريهم كده النهار لسه. بصوا عدي كده اطلع كده خش كده اوريهم شكل الشوارع. بصوا شوف شكل. الشارع عامل ازاي. بصوا لسه النهار اوريهم السما. حلاوي. النهار لسه شفتوا شكل الشوارع. ايه؟ شفتوا القمر. شفتوا احنا في الدور الكام. حاضر شوفوا. قبل ما انام بقى هطلع اظبط البط بالمره. هتحمض ايه؟ لو كنا سيبناها لبكره كانت زمانها حمضت والله. بصوا الفيديو ده هو هيبقى فيه كواليس كتير واحنا رايحين القاهره. انا مش هفصله على كده ولا هو ده الروتين. لا ده لسه الفيديو هيبقى طويل ان شاء الله. فالفيديو هيعجبكم. ما تنسوش بس اللايك عشان الفيديو احلى. يلا ودي يا ريان بسرعه يا ولا هات لي اللحمه يلا والحاجه. صباح الخير يا جماعه. بصوا بقى انا نمت وصحيت طبعا. هعمل الاكل على طول عشان ناخده معانا. هنفطر ايه في القاهره لو لحقنا يعني. بس انا هنعمله وهنمشي على طول. ماشي نخرج لنا هنلحق يلا عشان والبيض اهو بتاع امبارح. او فاكرين البيض بتاع امبارح قلت لك خرج لي ده على السلم عشان احطه يا للبابا. ابني خرجوا على السلم. عايزه اقول لكم ان انا هعمل بقى ايه كده. هسخن الميه وهعمل ايه. هي فين البتاع اللي انا بشرب بيها اهي.
هعمل بقى ايه، هبشر بصلايه عشان اعمل كفته ومكرونه وسلطه. طبعا جانا راحت الدرس وهناخد بقى معانا الفاكهه بتاعتنا، هناخد معانا البطيخ، هناخد معانا موز، كل حاجة. بصي يا شروق، قول لهم صباح العسل. صباح السكر. ونعمل كوكتيل. شروق رايحه بقى رايحين للدكتور، ومفروض شروق من اول الاسبوع الجاي هتبدا تاكل يعني من بكره، من بعد بكره هتبدا تاكل كفته. المفروض شروق حتى ممكن ناكلها النهارده ايه، نص صباع كفته ولا حاجه. ماشي، ايه رايك؟ ناكلها مثلا كبده فراخ، هناكلها تونه كده، فاهمين؟ اسكت بقى يا ولد، انت مش بتبطل لك. ولا بص هتعمل لنا كوكتيل. ايه كوكتيل. هعمل لكم، وهنعمل شويه سلطه. المهم اخلص بقى عشان ايه، وبعد كده عايزين نطلع نزغط البط قبل ما نمشي، عشان ايه احنا هنيجي ايه، هخفف شويه الفلفل الاسمر. شوف هنيجي امتى؟ والنبي يا بنتي ما انا فاكره. هنيجي امتى؟ هتصل بميرفت واسالها. هاتي يا ولا يا ريم، بصوا بقى هحط ايه، سنه فلفل اسمر مش كتير، سنه اهي يختي على عيني، واحط شويه ملح. كان في كيس بتاع كده جايباه كفته، مش هحط ملح كتير. عيني مش عارفه مناخيري. كان في كيس كفته هنا، ده ايه، خلطة ايه دي؟ خلطة ايه؟ دي خلطة حواوشي، دي خلطة ايه؟ بقول لكم ايه؟ استنى، وانا ينفع احط من البتاع ده خلطة الدجاج المقرمشة؟ ما ينفعش. دي لحمة. ده عايز بقسماط. استنوا كده اما اشوف عندي رغيفين ناشفين اقابلهم. اهو. فين؟ لا عيش، هتصدقوا عندي عيش اهو. افرميه او توست. احنا بنعمله بالتوست، بنفرم، بنخلي التوست توست ولا توستات؟ بيبقى عامل زي الرمل. خلاص يا ولد، انا بصوا بقى، هاخد الرغيفين اللي ولا خدها تعالى ساعدنا انا. هاخد دولت ابلهم في الميه ولا دقهم؟ بصوا انا هبلهم بالميه اسهل لي وارجع لكم تاني. بصوا بقى، عايزه اقول لكم ان انا مره كنت فاتحه لايف على الفيسبوك، فبقول للناس انا كل ما اجي اعمل الكفته، كل ما اجي اعمل الكفته الاقي الكفته تكش منه وتخس. ليه؟ فلقيت عشان انت ناس- تحمرها جنب. لا لقيت حد قال لي ايه، عندك بقسماط؟ قلت لهم لا ما عنديش. انا عندك عيش بلدي؟ عندك قصدي عيش فين؟ قلت لهم لا ما عنديش. قلت لهم عندي عيش بلدي. المهم ايه، قالوا لي طب خلاص هات لك رغيف بلدي وبالليه في الميه وايه، خدي يا ريان، حطي على الخد يا ريان واعملي الحركه دي. ده طبعا انا معايا ده كيلو كفته، ده كيلو ايه، هتجيبي كمان رغيفين عشان يبقوا كتير. ما هو ده هيبقى كتير، ده هيبقى كتير خالص. لا مش هيبقى كتير ولا يا حاجة. اخويا تنين. يلا بس يلا. اسكت بقى، امسكها كده كلها افعصها ببعضها. عايزه بس احط شويه ايه، سنه بهارات. الدنيا متلخبطة حواليكي. ايه الدنيا متلخبطة خالص حواليكي. اعمل ايه بس، اعمل ايه؟ اما اجي بقى من القاهره بعمل حاجه الكحك والبسكوت. انت بالك 3 ايام بتقولي كده ليه؟ طب اعمل ايه؟ مش امبارح خرجت جبت لكم هدوم العيد ورحت جبت تسلم حاجات من ايدك. السوق. جابت لي شوية توت كأني اخلص بقى دعكها كده اهو فوق كويس الوايب. جدا، وبعد كده اوريكم شكلها عامل ازاي. جانا جت، جوجي جت. افتحي يا ولا لقطة. تعالوا خشي. وعليكم السلام. احنا مش رايحين يا جنب. لا يا بنت رايحين. بعمل المعلقة. ايه؟ سوح قال برضه مش هنروح. هو بيشتغل وبعمل ايه؟ بس انا والله العظيم ممشياها على اكسبريس. لا على الاكل. الرجاله ما عادش تاكل زي الاول. والله هو بتاع بس الواسع. ايه؟ هو بتاع بس الواسع. ما انا عارفه. لا ده انت سنة انت شوية. اقعد بقى ادعكها شويه حلوين كده لما حط رغيفين يا ماما. لا انا هقعد بقى شويه والله العظيم مش قادره اقف. هو اما هقعد شويه اخوه شروق بتلون، الحقوني. شروق بتلون. اقعد بس ادعكها كده شويه عشان ايه، انا لابسه شبشب ماس. انت لابسه شبشب ممكن لازم لا واكون لابسه شبشب موجود انت فين؟ عشان امبارح الصحه. بنتك طول النهار قاعدة على التليفون ما نامتش، خلي بالك. والله اه لا اقسم بالله وحيد ربنا حسن. الولد احمد ده على فكره بيسوق. ازاي؟ زيخن بحب اسلك الدنيا والله. قعدت انا بطني وجعاني.
وعشان ما صحرناش امبارح يا قلب امكم. انا عطشانه بس مش جعانه. لا انا جعان عشان ما اكلتش. جانا كلت جانا جانا كلت كتير امبارح. جانا تعمل لنا بس تعمل لنا شويه سلطه بعد ما تفتح شويه عشان نمشي على طول وتجيب لنا نص عارفة؟ بطاية. خلي السلطه من غير ميه. ماشي. عارفه بنتك كرهت ايه ايه في رمضان؟ والقهوه السلطه والقهوه. بعد الفطار بقى يقول لي اعملي قهوه وانا بقعد اقول اعمل السلطه. وعايزه اقول لك كمان ان احنا هناخد بطيخ وهناخد الموز اللي باظ ده ولا نعمله كوكتيل. وهنعمل كوكتيل. احنا شغلنا مسافرين عندنا مش راجعين الشقه. يلا 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 يا ولا يا احمد حرام عليك. قومي يا جنى. قومي يا جنى هاتي لي شويه ملح يا جنى حطهم للمكرونه يا ابني. انا عايزه اتكبع عشان الكفته كده هتسيب مني الكفته عايزه تدعك شويه. ما احط لها شويه دفاع عشان انا جايه من بره تعبانه مش قادره. والله شويه ملح. شويه ملح اعمل المكرونه. وسيبها بقى ايه تغلي كده مع نفسها. وانا هجيب المكنه. هجيب الكبه احط فيها الكفته عشان الكفته تمسك شويه احسن حاسه المهم صدوم. يلا يلا هحط لي المكنه كده اهو. حاسه ان اللحمه كلها اصلا ايديا شفتوا ايديا. بس انت عاملاها كبيره كده ليه؟ ايه؟ عاملاها كبيره كده هي ليه؟ اصلا بتكيش. مكيش؟ اه انت مش قلت مع بدل ما تحط عليها رغيف الفيلم مش هتكيش؟ وانا اضمن بقى ان هي تكش ولا مش هتكش. اهي زعلان ان هي كبيره. كبيره قوي. شويه. احنا اللي باكل الصغيره. مش عارفه مناخيري سايبه عندي برد. الولد قلت له شيل الغطا من على المكرونه. تقول تشيل الغطا؟ والله العظيم قلت لها والله قلت لها. شلت كده الغطا وقطع على البوتاجاز وساب الغطا. يا خبتي اياه. المفروض ادبا لكم ما تخرجوش معايا. المفروض تقعدوا بينا. اصلا بشوفوا مين والله اللي العظيم اللي تيجي. شوفوا مين اللي إيه؟ هيحصل. جنى بس اللي تيجي. جنى كان مشروب. انا عايزه جنى تيجي معايا. عايزه جنى اللي تيجي واحمد وريان. لا احسن تحت ادبهم جاهز جنى بس اللي تيجي معايا. عشان بتونسي. رغم ان الناس عمالين يقولوا ايه انت وجنى مش قابلين بعض. جنى مش قابلاكي. رد عليه. لا انا بحب جنى. كل دي صبع. وانت يا جنى نزلي شويه منه. صبع تخين. انتوا عارفين اللهم صل على النبي اكتر اتنين بيحبوا يتكلموا مع بعض وبيقعدوا مع بعض مين؟ انا يلا لو قلنا المصفى من تحت فين؟ المصفى كنت اهي هناك اهي. ولا نبيت القلم اوعى يا ابني. اوعى كده. عايزه ريان يا ام جنى؟ اسكتوا بقى البطيخيه اتكسرت بقى. انا مش عارفه انتوا بتعملوا معايا ليه كده. بصوا بقى انا قلت ايه بيني وبينكم. انا كنت جايبه امبارح 4 كيلو ورق عنب. المهم ايه عملت 2 كيلو وال2 كيلو التانيين قلت ابقى اعملهم ايه اما ابقى اجي من مصر وكده. فلقيت نفسي فاضيه كفته بتستوي والمكرونه اتعملت وجنى بتقطع السلطه. فقلت بقى اما اعمل ايه شويه الورق عنب كده وبالليل او بكره بقى ايه اسلقه مع نفسي لان الوقت ايه هيضيع مننا. بس قلت ايه اظبطه كده ونرصه قبل ما نمشي. اخر حاجه هنعملها بقى هنطلع نزغط البط واللهم صل على واوريكم شكل الاكل في النهايه واوريكم الحاجات اللي احنا هناخدها معانا. واللهم صل على شم ريحه الكفته. افتح لي الشباك اللي وراك ده ولا يلا. حط بقى الطماطم يعني لمي يا شروق لمي. شروق خلصت ادي الورق العنب. الكفته كمان اتعملت اهي. طلعيها هنا على البوتاجاز بقى شيل يا ابني الحاجه من هنا يا ابني. يا لهوي. احنا بقينا اتحرقت. بس الكفته هات لي طبق ولا اقول لك كان في بتاع فيل تيجي من بعض بس. في بتاع الفيل. هات طبق الفيل ده يا شروق. الحمد لله. بص وزي حاطه قرنين شطه ولعوا في الفرن. حطيه في الطبق وحطيه على اللي هو الفيلم. طب استني. هموت. اصل اصلا الخضار ده احتاج يسيب. فين؟ كان في ربطه خضار خالته لا طيب بص انا هشيل بقى الكفته. بقول لك اما بص نعم بس انا مأمن نفسي. شروق. انا هستنى تبرد بس شويه كده عشان اعرف اشيلها عشان لازقه في البتاع. تكون جنى قطعت لي شويه بقدونس وبعد كده ايه؟ ايه؟ البتاع ده خنقني. البتاع اللي عندي طلع نص بطيخايه. نص بطيخايه في التلاجه يعني. ما قلت لك هات نص بطيخه من الثلاجه. سيبيها بقى اجيب. بسرعه يلا يا احمد. اهو
بصوا الكفته المفروض السيخ كان يبقى سخن، انا حطيت الكفته بارده على السيخ فعشان كده ايه لزقت، بس مش مشكله. بصوا منظر الكفته عامله ازاي. ما هو احسن حاجه ان احنا ما نشتريش اكل من بره. وروم يا بنتي يا جان شكل الكفته عامله ازاي. بصوا لو احنا رحنا اكلنا في مطعم ولا مش عارفه ايه قد كده. لا احنا كده كلنا وعملت نازل قرنين شطه اهو اهو. ايه قرنين الشطه والنار. يلا يلا حلوه قوي. هات الكفته دي اهي ايوه حلوه قوي. يلا يا واد يا احمد اطلع بقى اظبط البط وايه وانزل البس على طول ونمشي. هنا اهو هنا اهو. ايش يا ابني ادخل بقى جيبه. الشوم خلوهم يجوا هنا اهو. اقفش واحده اقفش واحده اقفش واحده اقفش كده واحده. قفش ازاي؟ يقفش ازاي يا دنيا مش عارف يقفش ازاي. مش عارف يقفش البط ازاي. مد ايدك كده من جناح. تمثيلها حصل بقى. سيب يلا يا ماما. احنا بصوا انا مش فاضيه احطه في اطباق، هنحط بقى كده في معايا. ياكلوا على قد ما ياكلوا وباقي المكرونه هناخدها معانا. ماشي فين الكفته يا جنب. يلا 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 نشوف الشوكو على خير وما تنسوش اللايك يا جماعه. وده اكلنا النهارده. سلام عليكم.